بالمناسبة المقطع اللي اتكلمت فيه عن السعودية منتشر على جروبات كتير قوي من الإخوة السعوديين. وأنا الحقيقة الحمد لله لم أخطئ في شعب ولا يمكن أن نخطئ في شعب أبدا. لكن تعالوا نشوف الكتاب السعوديين والمثقفين السعوديين بيقولوا إيه على الموقف المصري السعودي. الأستاذ خالد العلكمي عامل تويتات اهو بيقول: أجزم أننا أكثر دولة مارس ضدها بلطجية الإعلام العربي الابتزاز وسياسة ادفع لهردح لك. نحن شجعناهم وجرأناهم علينا نستاهل. برضو خالد العلكمي بيقول: مع تمنياتي لمصر بالأمن والاستقرار إلا أنها ستبقى ثقب أسود وعبء سياسي علينا الاستثمار فيها والتعويل على مواقفها مثل بناء بيت على رمل على الشاطئ. خالد العلكمي برضو بيقول: شعبنا أولى برزنا. بص يا أستاذ خالد، أنا الحقيقة مع البوست الاولاني بتاعك. مين اللي عمل كده؟ مين اللي عود الكتاب المصريين انهم ياخدوا فلوس عشان يتكلموا عليكم؟ ما تزعلش مني، الاداره السعوديه. وانا عشت في مصر بقى عمري كله، واقول لك ان كانت بيحجوا في اي مناسبه الكتاب والمثقفين والاعلاميين المصريين الى مكتب السفير السعودي عشان يقبضوا. انتوا ربيتوا كلاب، انتوا ربيتوا كلاب، لا يطلق عليهم غير كلاب. بيكتب بالاجره ويكتب عشان يقبض، اذا ما قبضش يعضك. انت ليه متفاجئ يا استاذ خالد؟ واحد كتب لك بالاجره شكر فيك وخد اجره، ما هو انت لما مش هتديله هيعضك. انت اللي ربيته مش حد تاني. خلينا ناخد الاستاذ خالد الدخيل او خالد الدخيل بيقول: مصر دوله كبيره لها تاريخ عريق ومحوريه، لكنها لم تعد تحتمل تكاليف قياده المنطقه، فضلا عن ان مرحله القياده الفرديه للعالم العربي تجاوزها الزمن. هو الرأي اللي بيقوله الأستاذ خالد دخيل ده هو ده الرأي الصحيح. فكرة إن إعادة عصر عبد الناصر للمنطقة خلاص تجاوزها الزمن، وإنك أنت عايز تعمل نفسك أنت القائد الزعيم اللي بتقود القاطرة العربية كلها. انتهت القصة دي. هي انتهت طبعا، بس انتهت لأسباب، عشان أنا بس ما حدش يقول لك مصر هي العظيمة. انتهت لأن السيسي أصلا جاي عليه على راسه بطحة. يعني السيسي جاي اصلا، في مثل يقول له: يابا تعال شرفني. قال له: يا ابني لما يموت اللي يعرفني. هو مثل بيقول كده والله: يابا تعال شرفني. قال له: يا ابني لما يموت اللي يعرفني. السيسي اصلا جاي على راسه بطحه، جاي بانقلاب ومدفوع فيه فلوس، مش فلوس عاديه، دي مليارات. طيب يبقى منين مصر تبقى دوله؟ السيسي نفسه بيقول على مصر انها شبه دوله. يبقى منين شبه الدوله تقود السعوديه والامارات وقطر والبحرين؟ ازاي واحد بيقول لك معايا عربيه مهكعه بس احسن عربيه في السوق كله، لما انت بتقولي مهكعه كيف؟ ما فيش. فخالد دخيل عنده حق. مرحله قياده الامه العربيه الفرديه انتهت او ولت زي بيقولوا بمضي عبد الناصر. طيب بيقول برضو: حكومه السيسي تحتاج مساعدات ماليه من السعوديه والامارات والكويت مقابل مسافه السكه، ولا تريد الدخول في تحالف مع السعوديه تشعر انها الاضعف فيه. صح، مظبوط، كلام مظبوط، وانا مصدقه جدا جدا. هو ده السيسي فعلا، عايز ياخد فلوس منك ولما تيجي تكلمه يزعل. دكتور خالد آل سعود بيقول: عانينا كثيرا من ساءات الاعلام المصري الخاص على وجه التحديد، وسنظل مع قيادتنا في لزوم الصمت، صمت الكبار بتجاهلها. بص يا دكتور خالد بقى، بيقول: عانينا كثيرا من اساءات الاعلام المصري الخاص على وجه التحديد، وسنظل مع قيادتنا في لزوم صمت الكبار بتجاهلها. انا بشكرك على اخر سطرين، ان الكبار يصمتوا على السفلات اللي هيعملوها كلاب الاعلام المصريين. لكن يا دكتور خالد، خليني اوجه رساله لحضرتك ورساله للاستاذ خالد دخيل تقريبا، للدكتور خالد آل سعود هو انتوا لازم تقعدوا مع نفسكم وتعملوا نقد ذاتي. مين اللي وصل انه ان يبقى في كلاب اذا ما قبضتش تشتم واذا قبضت تسكت؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي سن السنه دي؟ ونتيجتها كانت ايه؟ يعني مش بس يا استاذ يا دكتور خالد، مش بس في مصر، ده انتوا ربيتوا كلب اسمه علي عبد الله صالح سنين، وعلي عبد الله صالح النهارده بيطالب بضرب السعوديه نفسها. يعني قعدتوا راعيتوا علي عبد الله صالح ده سنوات طويله جدا، ومن اجل علي عبد الله صالح تم ارتكاب جرائم كتيره جدا. يعني عبد الله صالح ارتكب جرائم في حق الشعب اليمني. وحتى لما اتحرق علي عبد الله صالح بعد ثوره اليمن، برضه السعوديه لجأ للسعوديه وقعد عندها.
النهارده علي عبد الله صالح بيقول لابد من ضرب السعوديه نفسها. اذا يا دكتور خالد آل سعود، انا رايي وده احنا بنعمله كلنا واكيد حضرتك عارف ده اكتر مني، انتوا لازم تقعدوا تعملوا نقد ذاتي ازاي الاخطاء دي كانت بتتم. ناخد الاستاذ عبد الرحمن سعود البلي بيقول استفاقه النخب السياسيه والثقافيه في الوقت الضائع اقل الما من خساره مليارات الريالات التي كان ابناء الوطن بحاجه. تحياتي ليك يا عبد الرحمن. صح كده، فوقوا بقى. وفلوس السعوديه اولى بها السعوديين يا راجل، والله العظيم اولى بها المواطن السعودي. المليارات اقسم بالله يا اخ عبد الرحمن، وانت اقسم لك بالله، انت بص على الشعب المصري اسال نفسك راحت فين المليارات اللي دفعها الملك عبد الله للسيسي؟ هل المليارات دي لو وصلت للشعب كان ده يبقى حاله؟ المليارات دي يا دكتور خالد ويا اخ عبد الرحمن ويا اخ خالد دخيل او يا اخ اي اخ سعودي، يعني ده انتوا وصل لكم من قناه مكملين من هنا تسريبات بيقول عليكم الراجل شايفكم شوار رز، وكنا ننتظر منكم انتم من الخليج تحرك، الا انه حتى لما التسريب اتذاع وثبت صحته فنيا لقينا الخليج بكتابه كله قاعد ساكت. واحد بيقول يا عم ده عندهم فلوس زي الرز، انت ما شفتش الامريكان عملوا فيهم ايه؟ بتاع اتنين حراميه مع بعض بيلخصوا الخليج كله بانه شوار رز، ناس معاها فلوس بس نظره شيخ منصر وحرامي، اتنين حراميه قاعدين مع بعض. ورغم ذلك انتظرنا هنا، وكانت زعل قناه مكملين، انتظرنا والاحرار كلهم في العالم العربي انتظروا موقف من السعوديه ومن الخليج تجاه السيسي، لقينا لا شيء ولا شيء وكانه صمت. النهارده استفاقت النخب السياسيه، والنهارده زي بيقول عبد الرحمن سعود فلوس السعوديه او ريالات السعوديه اولى بها الشعب السعودي. انتظروا التالي: اعاده فتح سفاره القاهره في طهران، دعم علني لبقاء بشار الاسد، ارتماء السيسي في حضن بوتين. بص يا عبد الرحمن، انت جبت من الاخر. ايوه هو بتاع مكايده دي، هو اخ عبد الرحمن، هو ده السيسي. يكايد السعوديه ازاي بقى؟ يفتح سفاره طهران في القاهره، يروح يدعم بشار الاسد علني، وبعدين يرتمي في حضن بوتين. بس انتظروا الاتي. نشوف اخر حاجه، مقال للاستاذ محمد العصيمي بيقول نقطه في بحر الالم المصري. بيقول ليس صحيحا ولا مقبولا ايا كانت قوه وسلاطه السنه بعض الاعلاميين المصريين ان اقف معك في شدتك واقطع من لحمي في سبيل سلامه بلدك واخذها بعيدا عن الازمات الموحقه، ثم افاجأ بانك لست معي في شدتي ولا تعينني لدفع هذه الشده. وحتى لم يسعك ان تقف على الحياد لتبقي على الامل بدلا من ان تخلق الالم. ثم حتى لو قال المصريون انهم اعلم بشؤونهم، يبقى السؤال مشروعا: ما هي مصلحه مصر مع بشار الاسد؟ وده السؤال اللي سالناه في البوست، في مقابل مصالحها الكبرى مع المملكه ودول الخليج. بالنسبه للسعوديين والخليجيين المصلحه مع مصر واضحه، وهم دفعوا وما زالوا مستعدين لدفع ثمنها السياسي والاقتصادي ايا كان هذا الثمن وايا كانت تبعاته عليهم. وبالتالي اذا لم يقابل هذا الموقف بالمثل من المصريين فلا احد يلوم السعوديين والخليجيين على المهم وخيبه املهم. لا يا استاذ محمد، انا بلوم السعوديين والخليجيين بصراحه، انا شخصيا بلوم السعوديين والخليجيين على موقفهم. انتوا اللي غلطانين من الاول. وعلى فكره مش عيب ابدا انك تقف تقول له تصدق انا غلطت في الخطوه دي. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا، ولو عايز فيديوهاتنا توصلك اول باول اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اللي موجوده تحت الفيديو. بالنسبه للمقطع اللي اتكلمت فيه عن السعوديه منتشر على جروبات كتير قوي من الاخوه السعوديين، وانا الحقيقه الحمد لله لم اخطئ في شعب ولا يمكن ان نخطئ في شعب ابدا. لكن تعالوا نشوف الكتاب السعوديين والمثقفين السعوديين بيقولوا ايه على الموقف المصري السعودي. الاستاذ خالد العلكمي عامل تويتات اهو بيقول: اجزم اننا اكثر دوله مارس ضدها بلطجيه الاعلام العربي الابتزاز وسياسه ادفع لهردح لك، نحن شجعناهم وجرأناهم علينا نستاهل. برضو خالد العلكمي بيقول: مع تمنياتي لمصر بالامن والاستقرار الا انها ستبقى ثقب اسود وعبء سياسي علينا الاستثمار فيها والتعويل على مواقفها مثل بناء بيت على رمل على الشاطئ. خالد العلكمي برضو بيقول: شعبنا اولى برزنا. بص يا استاذ خالد، انا الحقيقه مع البوست الاولاني بتاعك. مين اللي عمل كده؟
مين اللي عود الكتاب المصريين انهم ياخدوا فلوس عشان يتكلموا عليكم؟ ما تزعلش مني، الاداره السعوديه. وانا عشت في مصر بقى عمري كله، واقول لك ان كانت بيحجوا في اي مناسبه الكتاب والمثقفين والاعلاميين المصريين الى مكتب السفير السعودي عشان يقبضوا. انتوا ربيتوا كلاب، انتوا ربيتوا كلاب، لا يطلق عليهم غير كلاب. بيكتب بالاجره ويكتب عشان يقبض، اذا ما قبضش يعضك. انت ليه متفاجئ يا استاذ خالد؟ واحد كتب لك بالاجره شكر فيك وخد اجره، ما هو انت لما مش هتديله هيعضك. انت اللي ربيته مش حد تاني. خلينا ناخد الاستاذ خالد الدخيل او خالد دخيل بيقول: مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق ومحورية، لكنها لم تعد تحتمل تكاليف قيادة المنطقة، فضلا عن أن مرحلة القيادة الفردية للعالم العربي تجاوزها الزمن. هو الرأي اللي بيقوله الأستاذ خالد دخيل ده هو ده الرأي الصحيح. فكرة أن إعادة عصر عبد الناصر للمنطقة خلاص تجاوزها الزمن، وأنك أنت عايز تعمل نفسك أنت القائد الزعيم اللي بتقود القاطرة العربية كلها، انتهت القصة دي. هي انتهت طبعا، بس انتهت لأسباب، عشان انا بس ما حدش يقول لك مصر هي العظيمه. انتهت لان السيسي اصلا جاي عليه على راسه بطحه. يعني السيسي جاي اصلا، في مثل يقول له يابا تعال شرفني، قال له يا ابني لما يموت اللي يعرفني. ومثل بيقول كده والله، يابا تعال شرفني، قال له يا ابني لما يموت اللي يعرفني. السيسي اصلا جاي على راسه بطحه، جاي بانقلاب ومدفوع فيه فلوس، مش فلوس عاديه، دي مليارات. طيب يبقى منين مصر تبقى دولة؟ السيسي نفسه بيقول على مصر انها شبه دولة. يبقى منين شبه الدولة تاخد السعودية والامارات وقطر والبحرين؟ ازاي؟ ازاي واحد بيقول لك معايا عربية مهكعة بس احسن عربية في السوق كله، لما انت بتقولي مهكعة كيف؟ ما فيش. فخالد دخيل عنده حق، مرحلة قيادة الأمة العربية الفردية انتهت أو ولت زي بيقولوا بمضي عبد الناصر. طيب بيقول برضو حكومة السيسي تحتاج مساعدات مالية من السعودية والإمارات والكويت مقابل مسافة السكة، ولا تريد الدخول في تحالف مع السعودية تشعر أنها الأضعف فيه. صح، مظبوط، كلام مظبوط، وأنا مصدقه جدا جدا. هو ده السيسي فعلا، عايز ياخد فلوس منك ولما تيجي تكلمه يزعل. دكتور خالد آل سعود بيقول: عانينا كثيرا من ساءات الإعلام المصري الخاص على وجه التحديد، وسنظل مع قيادتنا في لزوم الصمت، صمت الكبار بتجاهلها. بص يا دكتور خالد بقى، بيقول: عانينا كثيرا من اساءات الاعلام المصري الخاص على وجه التحديد، وسنظل مع قيادتنا في لزوم صمت الكبار بتجاهلها. انا بشكرك على اخر سطرين، ان الكبار يصمتوا على السفلات اللي هيعملوها كلاب الاعلام المصريين. لكن يا دكتور خالد خليني اوجه رساله لحضرتك ورساله للاستاذ خالد دخيل تقريبا، للدكتور خالد آل سعود هو انتوا لازم تقعدوا مع نفسكم وتعملوا نقد ذاتي. مين اللي وصل انه ان يبقى في كلاب اذا ما قبضتش تشتم واذا قبضت تسكت؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي سن السنه دي؟ ونتيجتها كانت ايه؟ يعني مش بس يا استاذ يا دكتور خالد، مش بس في مصر، ده انتوا ربيتوا كلب اسمه علي عبد الله صالح سنين، وعلي عبد الله صالح النهارده بيطالب بضرب السعوديه نفسها. يعني قعدتوا راعيتوا علي عبد الله صالح ده سنوات طويله جدا، ومن اجل علي عبد الله صالح تم ارتكاب جرائم كتيره جدا. يعني عبد الله صالح ارتكب جرائم في حق الشعب اليمني، وحتى لما اتحرق علي عبد الله صالح بعد ثوره اليمن برضه السعوديه لجأ للسعوديه وقعد عندها. النهارده علي عبد الله صالح بيقول لابد من ضرب السعوديه نفسها. اذا يا دكتور خالد آل سعود، انا رايي وده احنا بنعمله كلنا، واكيد حضرتك عارف ده اكتر مني، انتوا لازم تقعدوا تعملوا نقد ذاتي ازاي الاخطاء دي كانت بتتم. ناخد الاستاذ عبد الرحمن سعود البلي بيقول: استفاقه النخب السياسيه والثقافيه في الوقت الضائع اقل الما من خساره مليارات الريالات التي كان ابناء الوطن بحاجه. تحياتي ليك يا عبد الرحمن. صح كده، فوقوا بقى، وفلوس السعوديه اولى بها السعوديين يا راجل، والله العظيم اولى بها المواطن السعودي. المليارات اقسم بالله يا اخ عبد الرحمن، وانت اقسم لك بالله، انت بص على الشعب المصري اسال نفسك راحت فين المليارات اللي دفعها الملك عبد الله للسيسي؟ هل المليارات دي لو وصلت للشعب كان ده يبقى حاله؟ المليارات دي يا دكتور خالد ويا اخ عبد الرحمن ويا اخ خالد دخيل او يا اخ اي اخ سعودي، يعني
ده انتوا وصل لكم من قناه مكملين من هنا تسريبات بيقول عليكم الراجل شايفكم شوار رز، وكنا ننتظر منكم انتم من الخليج تحرك، الا انه حتى لما التسريب اتذاع وثبت صحته فنيا لقينا الخليج بكتابه كله قاعد ساكت. واحد بيقول يا عم ده عندهم فلوس زي الرز، انت ما شفتش الامريكان عملوا فيهم ايه؟ بتاع اتنين حراميه مع بعض بيلخصوا الخليج كله بانه شوار رز، ناس معاها فلوس. بس نظره شيخ منصر وحرامي، اتنين حراميه قاعدين مع بعض. ورغم ذلك انتظرنا هنا، وكانت زعل قناه مكملين، انتظرنا والاحرار كلهم في العالم العربي انتظروا موقف من السعوديه ومن الخليج تجاه السيسي، لقينا لا شيء ولا شيء، وكانه صمت. النهارده استفاقت النخب السياسيه، والنهارده زي ما بيقول عبد الرحمن سعود فلوس السعوديه او ريالات السعوديه اولى بها الشعب السعودي. انتظروا التالي: اعاده فتح سفاره القاهره في طهران، دعم علني لبقاء بشار الاسد، ارتماء السيسي في حضن بوتين. بص يا عبد الرحمن، انت جبت من الاخر. ايوه هو بتاع مكايده دي، هو اخ عبد الرحمن، هو ده السيسي. يكايد السعوديه ازاي بقى؟ يفتح سفاره طهران في القاهره، يروح يدعم بشار الاسد علني، وبعدين يرتمي في حضن بوتين. بس انتظروا الاتي. نشوف اخر حاجه، مقال للاستاذ محمد العصيمي بيقول: نقطه في بحر الالم المصري. بيقول: ليس صحيحا ولا مقبولا ايا كانت قوه وسلاطه السنه بعض الاعلاميين المصريين ان اقف معك في شدتك واقطع من لحمي في سبيل سلامه بلدك واخذها بعيدا عن الازمات الموحقه، ثم افاجأ بانك لست معي في شدتي ولا تعينني لدفع هذه الشده. وحتى لم يسعك ان تقف على الحياد لتبقي على الامل بدلا من ان تخلق الالم. ثم حتى لو قال المصريون انهم اعلم بشؤونهم، يبقى السؤال مشروعا: ما هي مصلحه مصر مع بشار الاسد؟ وده السؤال اللي سالناه في البوست، في مقابل مصالحها الكبرى مع المملكه ودول الخليج. بالنسبه للسعوديين والخليجيين المصلحه مع مصر واضحه، وهم دفعوا وما زالوا مستعدين لدفع ثمنها السياسي والاقتصادي ايا كان هذا الثمن وايا كانت تبعاته عليهم. وبالتالي اذا لم يقابل هذا الموقف بالمثل من المصريين، فلا احد يلوم السعوديين والخليجيين على المهم وخيبه املهم. لا لا يا استاذ محمد، انا بلوم السعوديين والخليجيين بصراحه، انا شخصيا بلوم السعوديين والخليجيين على موقفهم. انتوا اللي غلطانين من الاول. وعلى فكره مش عيب ابدا انك تقف تقول له تصدق انا غلطت في الخطوه دي. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا، ولو عايز فيديوهاتنا توصلك اول باول اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اللي موجوده تحت الفيديو.